عندنا في جالاكسي بنخلي الموضوع اسرع بان احنا بنحل المشاكل دي بشكل اسرع. برامج الدنتال كاد كلها باساميها كلها في حته، وبلندر في وبلندر في حته. الدنتال في حته. ده اللي بيخلينا حتى في جالاكسي نعرف نستخدم بلندر في 10 كورسات. اهلا بيكم، معايا واحد من ضمن الانستراكتورز الاساسيين في اكاديمي جالاكسي، دكتور عمر الدمي. ازيك يا دكتور؟ مساء الخير عامل ايه؟ حبيبي. دكاتره كتير اللي احنا ممكن نقول عليهم البوست جراduate، او اللي احنا ممكن نقول كمان الاولد ايج، اوكي. الناس اللي عدى عليهم فترات كبيره قوي ما استخدموش فيها كمبيوتر او لابتوب او اي حاجه، عاوزين يبداوا ديجيتال، يبداوا منين؟ طيب سؤال جميل. احنا بالنسبه لنا الدكاتره الكبيره مشكلتهم الاساسيه في ايه؟ في التكنيكال تقريبا اكتر، ان هو ما بالظبط تعاملش مع جهاز الكمبيوتر. بالظبط. طب خلينا نتكلم اول نوصف حاجه الاول. هو الدكتور، لو انا دلوقتي انا بتكلم بعقليه الدكتور او بتفكير الدكتور اللي شايف ان الديجيتال دي حاجه حلوه، وشايف ان المجال نفسه جميل، وشايف ان هو الموضوع بقى حواليه من جميع النواحي، كورسات وبرينترز وكل حاجه، فهو بالنسبه له خلاص عايز يخش في المجال. هو بالنسبه له شايف ان هو مش شاطر كفايه في استخدام الكمبيوتر. وصف ان الدكتور يكون مش شاطر او مش شاطر في استخدام الكمبيوتر، لو تخيلته كده هتلاقي لا، ده الدكتور اللي بيستخدم الكمبيوتر بشكل مستمر او الشاطر فيه، ده واحد عارف ازاي يتعامل مع عنده الفايلات، السوفت سكيلز تقريبا عنده بتاعت عنده 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 امكانيات انه يستخدم على الادوات الكمبيوتر نفسها بشكل حر. يعني هو الموضوع بالنسبه له ما بيعطلش على حاجات. طب ايه الحاجات اللي ما بيعطلش عليها؟ يتعامل مع ملفات، يتعامل مع السوفت وير، يتنقل بين البرنامج نفسه، يعرف يحل او خلينا نقول حتى يعرف يوصف المشكله. من دي سكيل برضو بتبقى موجوده عند بتبقى ناقصه كتير قوي عند الناس. بالظبط. يعني هو ممكن حد لو بيستخدم الكمبيوتر كتير وحصلت عنده مشكله يعرف يوصفها ويعرف يوصل لحل. لو حد لسه ملوش استخدام كتير في الكمبيوتر هيبقى عنده مشكله مش عارف يوصفها، فبالتالي مش عارف يوصل لحل. طيب فاحنا المشكله بالنسبه لنا مش في فكره ان هو بعيد عن المجال، على قد ما فكره ان هو لما يجي يطبق يعرف يوصف المشكله. ده بيحصل بقى ازاي واحنا بنشتغل في الكورسات، او ده بيظهر او معانا احنا ازاي؟ يعني شايف الجزئيه دي تقريبا، يعني جالاكسي تقريبا وفرتها بشكل هي كبير، ده ان الحمد لله انت عندنا النقطه دي فيها كويس بتبدا قوي. تقريبا مع الدكتور من الصفر، من اول السوفت سكيلز، ازاي تتعامل مع الملفات، ازاي تتعامل مع الملفات احنا ما الاوردر. بنشرحش الموضوع ده بشكل نظري لان ده طبعا حاجه مش عمليه. ما ينفعش اجيب مم. دكتور اقول له يا دكتور خلي بالك انت لازم تتعلم ازاي تفتح ملف، ازاي تعمل كذا كذا كذا، ازاي تحمل ملف، ازاي تنقله. الحاجات دي ما ينفعش تشرح بشكل مباشر. اولا امال ايه انها طيب؟ طبعا ممله، يعني ما حدش هيقعد يسمع اه. كلمتين في حاجه يعني زراير وضغط زراير، مش هتعلم حاجات زي دي. اه. وثانيا ان دي مش عمليه. اللي بيحصل على ارض الواقع واللي بيحصل فعلا في الكورسات ان الدكتور مثلا اللي بيبقى عنده مشكله بيجي يشتغل يطبق بقى على الحالات اللي احنا باعتينها. مثلا خلاص انا في كورس السيرجيكال جايد مثلا، هو يبدا يطبق على حالات، فهيحمل الحالات ويبدا يشتغل عليها. هيلاقي ان هو مثلا ملف مضغوط، حاجه اسمها ملف مضغوط، هو مش عارف يعني ايه ملف مضغوط، فالحاله حملها على شكل ملف مضغوط. هو هيجي يحملها هيظهر معاه مشكله، هو يعرف مش عارف يتعامل معاها، مش عارف يتعامل مع الملف نفسه. طيب هو احنا قلنا المشكله ان هو مش عارف يوصفها او مش عارف يوصف المشكله ايه. فهو لو معاه حد بيتابع معاه حد يروح مديله الجزئيه اللي ناقصاه دي بالظبط بس، بالظبط، يقول له ويكمل بعد يعني يقول كده. له يعني يرجع له يقول له والله انا اصلا مش عارف ايه اللي بيحصل، انا مش عارف اتعامل مع ملف. فاحنا عندنا مثلا لا نقول له ده ملف مضغوط محتاج نتعامل معاه بالشكل الفلاني، نبعت له فيديو صغير على قد المعلومه دي يحلها بالظبط، فيديو كده لمده دقيقه مثلا، فالمشكله بتتحل على طول. فهي المشكله بتبقى ان هو يوصف المشكله. لكن لو مع حد، يعني لو معاه حد بيتابع معاه مباشره وبيرد عليه بسرعه في الحلول، هتلاقي الموضوع معاه بسلس خالص. وانا في مثال بحب يعني اطرحه في النقطه دي، ان الدكاتره الكبيره او يعني بالنسبه لهم الديجيتال عامل كانك دخلت قصر او مكان كبير. كبير وانت خلينا نقول مش عياده، دخلت مش عياده. واخد بالك او يعني مش واخد على المكان تقريبا. بالظبط اه. حرفيا انت داخل على مكان انت مش عارف ايه اللي موجود. الفرق بقى، الفرق اللي بيحصل، وده فعلا بيحصل حتى لو واحد بيستخدم الكمبيوتر كتير او استخدامه قليل، الفرق بيحصل في انت قعدت قد ايه في الاوضه دي او في العياده دي او في القصر ده، قعدت قد ايه فيه واستكشفت فيه. هل انت قعدت 5 دقايق ومشيت؟ هل انت قعدت لا ربع ساعه فعرفت ان في كرسي، في مكتب، على في ادراج؟ مقدار صبر الدكتور نفسه بالظبط. هي وتعلمه نقطه وقت، هي اه. نقطه وقت. واحد قعد 5 دقايق غير اللي قعد ربع ساعه، غير اللي قعد نص ساعه، غير خصوصا اللي قعد يوم بات في الدكاترة العياده نام. الكبار، يعني بيبقى خلقهم ضيق قوي ان انا هو اقعد بالنسبه له اتعامل مشكلته لسه الوقت، ما ده اللي كنت جاي لك فيه، هي مشكلته في الوقت. مع الجهاز. لا انا عاوز حاجة اسرع، او حد بيعرف يتعامل على طول. ما ده اتجاه، خلي بالك ده اتجاه موجود، ان الدكتور نفسه مش لازم يعمل ديزاين، بس بس يكون فاهم يكون ديجيتال. بالظبط، يكون فاهم الورك فلو كامل، هو اللي بيقود المسير. مم. تمام. طب في جزئية بقى يا دكتور، يعني او زي ما نقول كده، مم. ان الديجيتال يعني مش هنقول ان هو بقى ترند، لا هو يعني بقى علامة فارقة بين تقريبا خلاص بين كل دكتور ودكتور. بقى سكيل لازم. وهل لو دكتور ما اتعلمش الديجيتال هيعدي عليه قطر التطور وخلاص؟ والله هي دي جمله كبيره. هو الموضوع مش فكره ان انا حاجه بكلمك فاتتك. هنا من منظور ناحيتين، منظورين، منظور اللاب الدكتور. فيو اوكي. والكلينيكال فيو.
طب جميل، بُص لو هنتكلم على clinical view أنت على حسب استخدامك والindication بتاعتك، ما تتعلمش الdigital عشان trend، تتعلمه عشان أنت محتاجه أو فاهم هو عبارة عن إيه، تمام، يعني إمم، إيه، يعني ما تروحش تتعلم الdigital وأنت طبعًا يعني لو حد حابب يتعلم بغرض الاستكشاف طبعًا ده موجود، يعني حقه بيتعلم جميل. بغرض الاستكشاف، بس إحنا بنتكلم لو حد بيتكلم كفايدة، كنتيجة مرجوة عايز يوصل لها، لأ أنت لازم تكون عارف الdigital عبارة عن إيه، طب يعني يعني سؤال كده بس يا دكتور تمام، بسيط في النقطة دي، اتفضل. يعني هل أصلًا كclinical view أو clinical skills أنا هاستفاد منها لمّا أتعلم digital؟ يعني هاعلى في الskills بتاعي هي هتملاها skill للأماكن؟ بالنسبة لك أنت skill طبعًا أي skill بتتعلمها بتفرق معاك، يعني أي skill بتتعلمها لو هي متوظفة في الاتجاه المضبوط هتفرق معاك بشكل كبير. مع الدكاترة الكبيرة بقى بما إنك سألت عن النقطة دي، يبقى مع الدكاترة الكبيرة بيفرق معاهم الموضوع إن هم يتحكموا التحكم كامل في الحالة. أنا خلّينا نكون متفقين إن الدكتور الكبير ده مش هيكون أنت عايز تتعلم أو دكتور هو دكتور شاطر أصلًا في الشغل الclinical ومش شاطر بس ده ممتاز في الشغل الclinical، مش هيخش يتعلم مثلًا الdigital علشان بس يعمل يصمم crown أو يصمم bridge أو حاجة بسيطة. إمم. الدكتور الكبير بيكون عايز يتحكم بشكل أكبر في حالة، تمام، وده بيظهر جامد في حاجات خلّينا نقول مثلًا زي الstackable guide، زي لو بنعمل تصميم الfull arch prosthesis، لو بنعمل حاجة زي الsurgery زي zirconia membrane customized الحالات zirconia membrane، الأكبر أو الحالات اللي أنت خبرة الدكتور بتفرق في الdesign. وقتها الدكتور لمّا يتعلم يعمل design هو مع الخبرة بتاعته اللي موجودة، مع تحكمه في الحالة بشكل كامل، يعرف يأدّي أو يعمل design أعلى بكتير من لو اعتمد على حد تاني يعمل له design، وهي دي الحتّة اللي ممكن تخلّي الدكاترة الكبيرة تحس بقيمة الdigital، إن هو يعرف إن هو فعلًا بيدّي له تحكم أكبر في الcases بتاعته ويعمل design خاص بالحالات بتاعته. طب سؤال كده يا دكتور، يعني أنا دلوقتي دكتور كبير هاقطع من وقتي، وده بالنسبة لدكاترة كبار يعني موضوع شبه مستحيل. دي حقيقة. هاقطع من وقتي وهاقطع من فلوسي، وفي الآخر هاقدر أتعلم الdigital والّا تمام. بس هاخد فكرة عنه؟ هاقول لك حاجة على أرض الواقع، إحنا في digital في Galaxy من أعلم الدكاترة يعني أغلب الدكاترة إن لم يكن يعني أغلب الدكاترة بالفعل دكاترة كبيرة عندنا ودكاترة متخصصة. يعني في كورسات عندنا زي ما الدكتور نور اتكلم معاك قبل كده في النقطة دي، عندنا كورسات زي السيفير أتروفيك ريدج، عندنا كورسات زي السيرجيكال جايد، في دكاترة كبيرة وتقيلة جدًا بتخش طبعًا ممكن ما يكونش عندها خبرة خالص في استخدام الكمبيوتر، لكن بالمتابعة المستمرة وبحل المشاكل الفوري الموضوع بيبقى سريع وبيتعلموا. إحنا كل اللي بيكون مطلوب سواء من الدكتور الصغير أو الكبير، سواء من الدكتور اللي عنده خبرة أو ما عندوش خبرة، إن هو يوفّر وقت. دي النقطة اللي قُلت لك عليها في الأول، إن هو لو هي بيقعد في الوقت المكان بس، يعني لو وفّر هو وقت ده الفاكتور الأساسي، ده خلاص. الفاكتور اللي يفرق، أو أنت وفّرت وقت قعدت في المكان، أخدت يعني الfamiliarity أو اتعودت على المكان، عرفت المكان فيه يعني كل ما تقعد في المكان أكتر، كل ما تستخدم مع الsoftware أكتر، كل ما بيبقى عامل زي الكونترا بتاعتك وزي الtools اللي عندك في العيادة، أنت متعود تشوفها كل مرّة فعارف تستخدمها، لكن زيّها زي أي حاجة جديدة، لو أنت جيت في العيادة لقيت في جهاز جديد عمرك ما اتعاملت معاه قبل كده، زيه زي الdigital بالضبط، اتعاملت معاه 5 دقايق هتفهمه شوية، اتعاملت معاه ساعة، ساعتين، 3 يومين، 4 هو كده بالنسبة لك بقى حاجة روتينية بتتعامل معاها، نفس الفكرة بالضبط، هتوفّر وقت، هتعرف تشتغل. طب توفير الوقت ممكن يكون إزاي معانا في الdigital أو واحد دكتور كبير يتعلم إزاي digital، والله أنا أقدر أفيدك بما اللي بنعمله فعلًا في Galaxy، إحنا عندنا إيه كورسات اللي الحمد لله، بيتعمل في Galaxy؟ عندنا في Galaxy بنخلّي الموضوع أسرع بإن إحنا بنحل المشاكل دي بشكل أسرع، يعني أنت مش محتاج إنك تقعد تتأخر في مشكلة زي ما قُلنا، لأ المشكلة أول ما بتحصل لك بتبعت لنا على طول بنحلها، تمام؟ حتى لو هي بسيطة. حتى لو مش عارف توصفها، يعني أنت إمم. يعني بنطلب أحيانًا من الدكاترة يبعتوا لنا screen record تصوير بالموبايل أيًا كانت الطريقة، ابعت لنا على طول، ما تتأخرش في وقت المشكلة، لإن إحنا عارفين يعني المشكلة أحيانًا بيبقى حلها جملة بتتحل على طول، فدي حاجة. الحاجة التانية إن إحنا الكورسات عندنا بتتم كلها أونلاين، فبالتالي إحنا بنوفّر في إيه، تقريبًا غير كده توفير ريكوردات بعد بالضبط، الكورس. بتبقى كورس آه. مسجّل معانا، فهو أنت مش محتاج تنزل من بيتك، مش محتاج تضيّع وقت في المواصلات، مش محتاج إيه، تضيّع وقت غير في إنك تتدرّب وتتعلّم. لكن بقى في نقطة بقى اللي باتكلّم فيها في الوقت، هي مش نقطة بس إنك بتحضر محاضرات أو بتشوف المحاضرة بس، إحنا يعني في حاجات بنقولها للدكاترة أنت محتاج تفرّغ الأسبوع بقدر الإمكان للتعلُّم وإيه، التدريب، بمعنى تعليم ال3D يعني هو بياخد وقت. محتاج وقت، ما هي نقطة الوقت، إمم. هي بقى لازم يوفّر يحضر المحاضرة اللي هي بتبقى غالبًا يوم في الأسبوع، طبعًا بتختلف من كورس للتاني، بس في أغلب الكورسات بتبقى يوم في الأسبوع، يحضر محاضرة والتطبيق بقى على مدار الأسبوع، تطبيق، لازم تطبيق، طبعًا التطبيق مع كويزات، في كويزات لازم تتعمل، يعني يبان إن إحنا مفتريين شوية مع الدكاترة، بس إحنا غرضنا النهائي لأ، إحنا عايزين الدكتور يطلع يعرف يشتغل digital فعلًا في أقرب وقت، ما يبقاش بيضيّع وقت، ما يبقاش بيضيّع مجهود، ما يبقاش بيضيّع
فلوس في إن هو يتعلّم حاجة ممكن خلّينا نقول برضه ممكن يتعلّمها بس ينساها، لأ إحنا عايزين نتعلّمها يشتغل بيها. وقت الdigital هاخد قد إيه؟ يعني practice قد إيه؟ قد ما تقدر، قد ما تقدر، يعني الminimum اللي بنتكلّم فيه إنك يعني بعيد عن وقت المحاضرة نفسه اللي بتتفرّج على المحاضرة مش نفسه، هاقول إن أنا عاوز أبقى professional digital، بس هاقدر أقول إن أنا إيه، بقيت تعرف يعني تبقى إيدك رجلك guide مثبّت رجلك للdesign فيه. guide للlab. تشوف المحاضرة تطبّق عليها. التطبيق ده يعني خلّينا نقول لو هُم الاتنين مع بعض ممكن تكون محتاج تفرّغ يوم، يعني اليوم بتاع المحاضرة نفسه بعد المحاضرة تطبّق عليه. عملت كده طبعًا أنا زي ما باقول لك كل ما توفّر وقت أكتر كل ما يكون أسرع وأقوى، أنت بنفسك بتتعمّق أكتر، أحيانًا في دكاترة في الكورسات بيسبقوا معانا، يعني إحنا إمم. بنشرح حاجة هو أصلًا خلاص بدأ يعني من كتر ما هو باذل وقت في المكان باذل وقت في الsoftware وبيتعلّم، هو أسئلته بقت أعمق، يعني بقى يسأل حاجات في في الlevel قدّام، الأعلى. بالضبط. إمم. فهي لو قُلنا minimum أنا عارف طبعًا يعني الدكاترة بتبقى عايزة تقيّم وقت المطلوب، لكن لو قُلنا minimum محتاج يوم تكون موفّره بشكل كامل تتدرّب فيه وتطبّق فيه. طبّق مش أنت تيجي تطبّق تلاقي عملت الdesign في ثانية اتعمل، إحنا بنتكلّم إن أنت خلاص ما عندكش مشكلة أو عندك مشكلة في الsoftware، ما عندكش فأنت مشاكل في الsoftware. لأ أنا باتكلّم لو عندك مشكلة آه. بقى في الsoftware أنت عندك يعني عندك مشاكل مع الكمبيوتر، أنت هتطبّق هتبقى في مراحل تخبُّط لازم تعدّي بيها، عدّيت بيها أهلًا وسهلًا خلاص أنت إيه وصلت الdigital اتعلّمت. جيت بعد 5 دقايق 10 دقايق بصّيت على الأوضة كده بصّة وما تعمّقتش وما قلبتش في الأدراج ومشيت على طول، لأ أنت كده إيه، هيبقى عندك مشكلة. أنت كده يعني ما حلّيتش المشكلة اللي عندك، تمام. إمم. طب تمام. طب دلوقتي يا دكتور، يعني blender في الdental أيوه، تقريبًا هو ده أصعب أيوه application في اتكلّم في الdental، دي حقيقة، الdental في في الdental الdental software كلّها. هو أصعب واحد، هو فعلًا أصعب واحد، دي أصعب واحد، لإن هو أكتر واحد بيطلب منّك تتعلّم حاجات technical أكتر، هو اللي بيطلب منّك تتعلّم حاجات ما وراء الكواليس أكتر. الdental for dental بنحب نحطّه في قايمة لوحده، يعني برامج الdental CAD كلّها بأساميها كلّها في حتّة وblender في وblender في حتّة. الdental في حتّة، تمام. ده بتتعلّمه بطريقة تفكير وطريقة استخدام معيّنة وطريقة أدوات معيّنة وsteps معيّنة بتتعلّم فيها، وده طريقة تانية خالص، ليه طريقة محتاج منفصلة أغيّر خالص. تفكيري يعني عشان أتماشى مع لازم blender. تغيّر طريقة تفكيرك، في دكاترة بيخشوا يتعلّموا معانا مثلًا كان متعوّد على برنامج زي الإكسوكاد، 3Shape، متعوّد على برامج من البرامج المشهورة، وييجي يطبّق مع blender هو داخل بالعقلية بتاعته، فبيدوّر على حاجات موجودة في البرامج التانية ما يلاقيهاش، فإيه، يحصل بقى الconfusion والقلق، أنا باعمل إيه في blender رجعوني تاني الإكزوكاد لإكسوكاد خلاص بقى حبيبي. أنا كده. هي الblender لازم تخش تتعلم بعقلية فريش، وblender خلّينا نكون يعني برضه نقول فكرته بشكل مختصر برضه، blender أكتر منه نتيجة محددة هو طريقة تفكير، بمعنى وده يعني اللي ممكن هو أنت بيوضّح لازم تغيّر طريقة تفكيرك عن تفكير لا الsoftware بتاع الإكزوكاد، يعني اللي بالضبط، هو حتى بالضبط. لو الإكزوكاد ممكن يوفّر تقريبًا للناس المبتدئين أكتر. مش ممكن آه. يعني محترفين برضه، بس هو مش فكرة مبتدئ محترف على قد ما هي فكرة أنت الExocad بيمشّيك على work flow معيّن، هو راسم لك الwork flow وأنت بتمشي على الخطوات بتاعته. blender 3Shape نفس الكلام، برّه كلّه نفس الكلام. out of the blender box بيقول لك خلاص. اتفضل أنا عندي اديت لك الشاكوش واديت لك الخشبة واديت لك المسمار، عايز ابدأ تعمل أنت بقى. كرسي اعمل كرسي، عايز تعمل طيارة اعمل طيارة، عايز تعمل اللي تعمله اعمله. أنا مدّيك الأدوات وأنت تعملها. ده اللي بيخلّينا حتى في Galaxy نعرف نستخدم blender في 10 كورسات، بنستخدمه في الأورثو وفي البيدو وفي البريو وفي الsurgery بنستخدمه في كل المجالات. طب هل هو مفيد في كل المجالات؟ لكن في الحتّة بتاعته، الحتّة بتاعة blender بتاعة الdental يعني أو لأ قصدي إيه حتّة blender في الحتّة بتاعته اللي ما ينافسوش فيها برنامج تاني، حتّة الcustomization، إمم. حتّة إنّك تتحكّم تحكُّم كامل في الdesign بتاعك. لو بتتكلّم على البرامج التانية، البرامج التانية بتدّيك قابلية للشغل الروتيني، يعني أنت لو شغلك روتيني وحالات روتينية مش محتاجة تفكير، مش محتاجة customization، اوعى تروح ناحية blender، ابعد شوية عن blender blender. محتاج جزئية الإبداع. blender محتاج إنّك تكون عايز تعمل customization، يعني يظهر معاك ما يظهرش معاك أهميته أوي في الtools supported guide، لكن يظهر معاك أوي في الstackable guide، تمام. إمم. ما يظهرش معاك أوي في تصميم الcrown، لكن يظهر معاك أوي في تصميم full arch prosthesis والeye bar، تمام. يظهر معاك في الحاجات العالية، يظهر معاك في ال حاجات الcustomization في الsurgery في الأورثو بالذات بنعمل بس تقريبًا يعني هي الglasses. ده أهم بكتير، يعني ده اللي ينجّح دكتور كبير عن دكتور. هي بقى ما عشان كده باقول لك هي الدكتور الكبير مش هيروح يتعلم برنامج عشان يعمل شغل روتيني، هو مش شغلته، هو مش عايز يتعلم يبقى designer، إمم. هو مش عايز يشتغل designer في يعني لحد، هو هو بيشتغل اللي عاوز الحالات الأعلى هو اللي عايز هتدّيني الحالات بتاعته اللي الsuccess بيشتغلها حالات rate. تقيلة، بالضبط، هو آه. الحالات بتاعته اللي هو بيشتغلها وتقيلة وعايز يعني يعلّي في شغله، فهو blender أكتر حاجة تفيده.
ودي حاجة أنا شُفتها بنفسي، إن الدكاترة الكبيرة بيبقى لمّا بيخشوا يتعلموا بقى digital بيبقى عندهم شغف شوية، الشغف بيرجع لهم من أول وجديد، يعني تحس إن هُم عينيهم نوّرت كده، هو بيحس إن هو فجأة الموضوع بالنسبة له بقى فيه يعني هو tool جديدة، بيبقى خايف طبعًا من تعلُّم الsoftware، بس هو بتحس إن هو رجع، يعني عارف أنت لمّا الحماس حاوس الsoftware. إحنا بقى البداية. عايزين الحماس ده يعني ما يطفيش بالقلق، ما يطفيش بإن أنا ما باتعاملش مع الكمبيوتر كتير، أنا خايف، أنا ما استخدمتش الماوس كتير، أنا بقى لي فترة ما باستخدمش كمبيوتر، أنا آخري بافتح الكمبيوتر آه. وأفتح الchrome، لأ يعني الموضوع أكبر من كده يعني الموضوع أسهل من كده. تسلم لي جدًا يا دكتور عمر، حبيبي تسلم لي. ويعني اتكلمنا شوية عن blender، الحمد لله. ويعني هو ده تقريبًا المستقبل بشكل كبير أوي، بإذن الله. على مستوى كل الguides تقريبًا، وعلى بإذن مستوى الله. الdental، واتشرفت بيك جدًا. تسلم لي يا رب، تسلم تسلم لي لي يا رب. حبيبي، تسلم لي.